لو انت عروسة او ست بيت شيك بتهتم ببيتها وتفاصيله يبقى الفيديو ده علشانك. طبعا يا بنات، الفترة الأخيرة دي كلنا ملاحظين إن بقى فيه اهتمام غير طبيعي بأدوات المطبخ، وكل يوم بنشوف كمية منتجات جديدة بتنزل فظيعة ومبهرة، وبيبقى كل واحد فينا نفسه يقوم يرمي المطبخ بتاعه ويشتري كل الحاجات الجديدة دي. بس استني، مش كل حاجة بتلمع ذهب، ومش كل حاجة انت شايفاها من بره حلوة هي فعلا عملية وهتحتاجيها في المطبخ بتاعك. بالعكس، في كمية حاجات بتبقى منظر من بره بس ملهاش استعمال، وانت كمان مش هتحتاجيها في مطبخك، ومقابل ده بتبقى غالية جدا. فلو انت بقى من الناس اللي فعلا عندها الشغف بالمنتجات الجديدة، ولو انت عروسة بتجهز ومحتارة تشتري ايه ومش عايزة برضو ترمي فلوسك على الارض، طبعا كملي الفيديو ده للاخر، لان اوعدك ان لغاية اخر دقيقة في الفيديو انت هتطلعي مستفيدة. وكمان لو اول مرة بتشوفيني، اتمنى تعملي لي لايك، تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك دايما اشعار بالفيديو اول ما انزله. بجد يا بنات، الحاجات دي انا برشحها لكم عن تجربتي الشخصيه. الحاجات دي انا جربتها فتره طويله، وبجد دي تحف ولقط يعني هاتوها وانتم مغمضين. اول حاجه واتكلمت عليها قبل كده وهرجع اتكلم عليها تاني وتالت ورابع، انا يا بنات ما بحبش الحاجه اللي بتاخد مكان. انا بحب دايما الحاجات عندي تبقى محطوطه في ضرفه، في ناحيه، في يونت، في اي حاجه. المهم ان الحاجه تبقى مقفوله، ما بحبش يبقى في حاجه بره المطبخ، بحب المطبخ كله يبقى مقفول. فعشان كده يا بنات، اول حاجه استثمرت فيها صح وجبتها صح هي الطبق بتاع الغسيل بتاعي. الطبق ده روعه بجد يا بنات. هو كل الفكره ان انتي بتفتحيه وقت ما تيجي تحطي فيه الهدوم اللي هتنشريها، وبعدين بعد ما بتخلصي بتقفليه وبتشيليه في مكانه في اي يونت في المطبخ عندك. بنات انا بقالي 3 سنين بستعمله، وبجد تحفه. نزل منه النهارده اشكال كتير جدا، كبير وصغير، وللمطبخ ونغسل فيه الخضار وحاجات كتير. بس كل اشكاله روعه، واي حاجه تحبوا تجيبوها منه هتقول. بحب جدا الحاجات اللي بتتقفل وتتشال دي، فبجد كل ما الحاجه كانت ما بتاخدش مكان، كل ما وفرت عليكي ان انت يعني يبقى عندك مساحه تشيلي فيها حاجات تانية. هو ده طبق الغسيل بتاعي يا بنات، هو ده كده وهو مفتوح، مساحته كبيره جدا، حلو جدا جدا. هو بيبقى كده شكله وهو مفتوح زي ما انتم شايفين كده. بحط فيه الغسيل بتاعي، ومجرد ان انا خلصت كده يا بنات شكله بعد ما اتقفل. بصوا انتوا متخيلين هو بقى سمكه قد ايه؟ تقدري ان انت توقفيه كده في اي يونت عندك في المطبخ، مش هياخد مكان. ومجرد ان انت تحبي تيجي تنشري تاني هتطلعيه وتفتحيه وتحطي فيه الغسيل. بجد يا بنات روعة جدا جدا جدا، وارشحهولك بقوة. انا عايزة حد يفهمني ايه الجمال ده، ايه القمر ده؟ بجد العلب دي احلى حاجة شفتها. بصوا يا بنات، انا جربت كمية علب، بجد انا اصلا عندي شغف قوي بموضوع العلب ده، والكبير والصغير وكل حاجه، وبحب جدا العلب ده. اني الاقي بقى طقم ينزل فيه كل اشكال واحجام واحتياجات العلب، اللي هو كانهم بالظبط عارفين ست البيت محتاجه ايه وهحطه لك في طقم. الطقم ده بصوا يا بنات عشان مبقاش بكدب عليكم، انا مش فاكره هو كان كام قطعه، بس هو كتير قوي قوي. وكمان انا كنت جايباه من فتره، استعملته وهريته استعمال قبل ما اطلع من لكم الريفيو بتاعه. طبعا انتوا اكيد شفتوه كتير في البيدجات، هو مالي الدنيا. بصوا يا بنات، هو كمان مختوم من تحت كده. اكتر حاجه انا بدور عليها عموما الحاجه اللي تسهل عليا بجد يا بنات. فلما الاقي طقم اقدر ان انا ادخله الفريزر واطلعه من الفريزر، ادخله الميكرويف كمان اسخن فيه الاكل، فدي حاجه عظمه بجد يعني. الطقم ده فيه كميه قطع، طبعا انا مش عارفه اجيبه لكم كله لانه تقريبا كله في الثلاجه انا مستعملاه. علب بستعملها للجبن واللانشون والحاجات دي كلها، بقى الحاجات بتاعت الفطار دي. علب تانية بقدر احط فيها الجرجير، احط فيها النعناع، احط، لان انا بحب الحاجات دي دايما اغسلها كده واحطها في التلاجة. قد ايه بيحافظ على الحاجة يا بنات، تحفة تحفة بجد. كمية احجام مش طبيعية. عايزة اقول لكم بقى ان انا سمعت ناس بتشتكي ان في احجام كتير صغيرة، بس انتم مش متخيلين الاحجام الصغيرة دي يا بنات كنز كنز بجد. انت اي شويه اكل هيتبقوا منك بتشيليهم في ده وتحطيه في الفريزر، هو ما بياخدش مكان في الفريزر اصلا. ووقت الاكل انت بتطلعيه بنفس علبته تدخليه الميكرويف تسخنيه. اختراع
انتوا مش متخيلين انا بحب العلب دي قد ايه. بتهيالي مفيش حاجه في الدنيا ملهاش استخدام فيها، بستخدمها في كل حاجه تغنيكي عن اي طقم. عارفه لو انت عروسه هو بتهيالي غالي شويه في حدود ال 400. لو انت عروسه هاتي الطقم ده وما تجيبيش حاجه. انا طبعا كنت جايباه من فتره كان سعره اقل من كده كتير، بس انا شفته قريب كان بيتباع بالسعر ده. الوانه كمان شيك وخطيره بجد، فظيع يا بنات. ده هاتوه وانتم مغمضين. على فكره يا بنات انا جربت طقم ايكيا اللي هو الاخضر ده، اللي بيبقى عدد كبير برضه، هو نفس الفكره دي تقريبا. ده برقبته والله العظيم يا بنات، برقبته. اولا هو محكم الغلق جدا، ثانيا بيحافظ على الحاجه، الوانه ما بتغيرش. بصوا يا بنات ده مش يعني ده مستعمل، ومستعمل كتير جدا. انا عايزه اوريكم في حته هنا باين مكان ما كنت غسلاه، يعني باين لان انا اصلا كنت بستعمله. ما فيش حاجه احط فيه صلصه، احط فيه اي حاجه، لونه ما بيغيرش، مجرد بيتغسل بيرجع جديد. فده روعه. هو اسمه اكسا تقريبا، مش عارفه هو مش مكتوب عليه بس اعتقد اسمه اكسا. انا شايفه طقم العلب ده يعني كفه ووفه بجد والله يا بنات. هو عدده كبير، استخداماته متعدده، احجامه متعدده، فانت مش محتاجه حاجه تاني. فهاتي وانت مغمضه روعه. بصوا بقى يا بنات، انا ما بحبش المظاهر، ما بحبش المنظره الكدابه، بالذات في المطبخ. بحس ان المطبخ عايز دايما الحاجه العمليه، الحاجه اللي اعرف استعملها. وانتي بتجيبي طقم التوابل بتاعك اوعي تجيبي الطقم ذهبي، لا ده عليه عصفوره، لا عليه بغبغان، لا عليه ارنب، لا مش عارف عليه ايه، شكله عامل ايه، في من هنا تنيات، في من هنا مش عارف ايه. الطقم بتاع التوابل بتاعك حاولي تجيبيه على قد ما تقدري يكون كده. يعني بصي يكون الطقم ما فيهوش اي تعريجات، ما فيهوش اي حاجه. ليه بقى؟ لان الاطقم دي انت ايدك فيهم 24 ساعه. انت لو كل شويه الطقم ده، لو تخيلي معايا كده لو الطقم ده ابيض وانت كل شويه تروحي تجيبي وتكبي وتعملي وترجعي تجيبي تاني، وايدك مثلا مكانها صلصه مكانها حاجه، كل التعريجات اللي بتبقى موجوده في الاطقم دي يا بنات بتتوسخ بسرعه جدا، ومع مرور الوقت والدهون بتاعه المطبخ مش هتنضف بجد. فلما تجيبي حاجه هاتي حاجه عمليه. انا الطقم بتاع ايكيا ده من احلى الحاجات اللي جربتها في حياتي بجد يا بنات. اولا شكله شيك جدا، يليق على اي مطبخ في العالم، مطبخك مودرن مطبخك كلاسيك هو هيليق عليه. تقدري تحطيه جوه اليونت، تقدري تحطيه بره، ليه حامل كده بيتحط عليه، بيبقى شكله قمه في الشياكه. هو مش بيجي معاه الستيكر ده، الستيكر ده انا كنت شارياه كده لازقاه عليه، لكن هو مش بيجي معاه الستيكر. هو بيبقى فيه جزئين. بصوا بيبقى جزء من هنا كده، هو طبعا عشان انا بستعمله فهو بيبقى جزء كده، وبيبقى جزء من هنا مخرم كده تقدري ان انتي ترشي منه. الميزه بالنسبه لي في الطقم ده يا بنات ان انا جبت على قد استخدام. يعني انا مثلا جبت في الاول هو بيبقى الباكج 4 أو 5 مع بعض يعني. لو انا حبيت في اي وقت ازود بعد كده هو موجود، يعني اقدر ان انا ازود وبنفس شكل الطقم، مش هبقى غيرت حاجه. غير انا لو شاريه مثلا طقم بنقشه او بشكل معين، بعد كده لو حبيت ازود عليه احس ان هو لا مش هينفع احط الطقمين مع بعض، فاضطر ان انا استغنى عن اللي عندي واشتري بقى من اول وجديد. انا شايفه ان الاطقم دي في اطقم تانية كده بتبقى ليها برضو غطا فضي كده، انا شايفه دول اشيك حاجه للتوابل بجد يا بنات. وانا شايفه برضو ان التوابل ما نجيبهاش كميتها كبيره قوي، علشان التوابل بتسوس لو احنا سبناها في اليونت بتاعه المطبخ كتير ممكن تسوس. فانا شايفه ان الحجم ده معقول جدا ان احنا نحط فيه توابل، وتقدري تجيبي له الستيكر كده عشان تعرفي نوع الحاجه اللي جواه وخلاص. فبلاش بقى ننخدع بالمظاهر ونروح ندور على الحاجات اللي واو ويقولوا لك ده طقم العرايس والطقم ده روعه، وتعالي شوفي الطقم ده عليه ايه والطقم ده فيه ايه. لا انا مع الحاجات دي جدا، حاجات عمليه. ودايما وانت بتنقي جهازك او وانت بتشتري الحاجات بتاعتك دوري على الحاجه العمليه والحاجه اللي تسهل عليكي. الكوسترات دي يا بنات تحفه جدا جدا، انا جايباها برضو من ايكيا. بصوا يا بنات انا معرفش بجد ايكيا مقاطعه ولا لا، انا تعبت من كتر ما دورت. ناس كتير بتقول مقاطعه، ناس كتير بتقول لا. الحاجات دي عموما كانت عندي قديمه، والنهارده يا بنات كل منتجات ايكيا بتهيألي موجود الكوبي بتاعها بره. وكمان يعني انا شايفه ان الكوبي بتاعها مش وحش، بالعكس انا شايفه ان في حاجات اوفر ريتد قوي في ايكيا، وحاجات اسعارها غاليه قوي شايفه انها اتعمل منها كوبي
حلو وفي نفس الوقت هو سعره معقول. فالكوسترات دي حلوه قوي يا بنات، لو هتستعمليها في الديكور بتبقى شيك قوي. لو بتحطي عليها حاجه سخنه، لو هتسيبيها في المطبخ بتاعك محطوطه كده على الكاونتر بتاعك، هتحطي عليها حاجه سخنه مطلعاها من الفرن، لو تحطيها على سفره شكله شيك وتحفه بجد. ويعني الحاجات اللي هي شكل الخشب دي عمرها مدتها ما بتبطل. فما تجيبيش حاجات مبهرجه، ما تجيبيش حاجات مدتها بتتغير، هاتي حاجه ثابته. والاخشاب عموما او الخشبيات او الالوان دي مدتها ما بتقدمش، وكمان بتليق على اي لون مطبخ هيبقى عندك. فخليكي دايما مع الحاجات الثوابت دي، فدول تحفه. ده بقى احلى حاجه بجد عملتها واحلى حاجه جربتها. وعايزه اقول لكم ان الراديو ده يا بنات خطير خطير، وقد ايه الراديو مهم جدا جدا يبقى عندك راديو في المطبخ. بجد قد ايه بيسهل عليكي وقفه المطبخ، بدل ما بتبقي واقفه تكلمي نفسك وزهقانه، لا شغلي الراديو جنبك، اسمعي حاجه تفيدك بجد. شغلي محطه القران الكريم، خلي دايما القران شغال في البيت بجد. وعلى قد ما هو ديكور شكله حلو قوي، صوته حلو جدا كمان. ويا بنات بيهون عليكي وقفه المطبخ يعني. فدايما شغلي عليه محطه القران الكريم بجد يا بنات. اسمعي حاجه تفيدك، معلومه جديده. محطه القران الكريم عليها برامج تحفه. انا من اكتر الحاجات اللي بقيت بحبها وقفه المطبخ عشان اشغل الراديو جنبي، وابقى طول ما انا واقفه سامعه بقى ذكر جديد، سوره من القران مثلا، برنامج استفسارات، حاجات حلوه قوي يا بنات. فبجد لازم يبقى عندك في المطبخ راديو اساسي. الراديو ده يا بنات انا برضو كنت جايباه من فتره، وفي بنات كتير سالتني عليه قبل كده، مش شافته عندي في المطبخ في الروتينات اللي بنعملها مع بعض. فوالله يا بنات انا مشكلتي ان كل يوم الاسعار بتتغير، فانا شارياه بقالي اكتر من سنه، فما اعرفش النهارده اقول لك سعره بقى كام بصراحه. انا كنت شارياه من بيج اونلاين وخطير. احلى حاجه فيه كمان يا بنات انه بيتشحن وتقدري تستعمليه من غير ما تبقي موصلاه بالكهرباء. دي حلوه، حاجه كويسه قوي ان انت كمان لو ما عندكيش مكان في المطبخ قريب من فيشه، هتقدري تشغليه من غير الفيشه عادي اهو. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم. ومن هنا بتقدري تغيري المحطه، وبتقدري ان انت تجيبي حاجه تانية. بس انا على طول مشغلاها على محطه القران الكريم، وبجد تحفه، من الحاجات اللي عمري ما ندمت ان انا جبتها. الحاجات السيليكون دي يا بنات تحفه ورهيبه وحلوه جدا جدا بجد، فظيعه يا بنات. دول ايدي ورجلي في المطبخ. لو انت عندك الحلال بتاعتك جرانيت او كده، هتحتاجي دايما حاجه سيليكون. الحاجات دي روعه كمان لما تيجي تفضي بيه اي حاجه، هو بيجيب لك كل حاجه، كيك اي حاجه بجد فظيع. في منه اشكال واحجام كتير، خطير. دول لازم يبقوا عندك. وفي كمان الفرش السيليكون دي روعه روعه، انا بستغناش عنهم. الحاجات دي يا بنات ايدي اليمين بجد في المطبخ، اشكالها كتير جدا، فدول روعه ولازم يبقوا اساسيين عندك في المطبخ. تحفه. ما بقولك دايما دوري على اللي يسهل عليكي، دول اكتر حاجه بتسهل عليا وقفه المطبخ. الفرش ثم الفرش ثم الفرش ثم الفرش. بجد يا بنات الفرش دي بقت حاجه اساسيه في المطبخ. الفرشه دي انا كنت جايباها برضو من ايكيا، بس بتهيألي موجوده برضو من غير يعني بعيدا عن ايكيا. تحفه يا بنات، هي خشنه وبجد دي فظيعه. دي بعمل بيها كل حاجه في العالم، بنظف بيها شوزات، بنظف بيها الحوض، بنظف بيها الحتت اللي هي في البوتاجاز، في حتت كتير كده متداريه ومش عارفين نوصل لها بالسلك. دي هتبقى ديكي اليمين في المطبخ. في كل حاجه بتعمليها في المطبخ هي دي. انا عايزه اقول لكم ان انا عندي 2 يا بنات، واحده بستعملها في المطبخ، واحده بستعملها في الحمام، وبجد دول وهم حلوين جدا. في برضو الفرشه دي يا بنات، هي بتتملى بخزان من ورا كده، بتحط فيها سائل المواعين بتاعك وبتغسلي بيها. بجد يا بنات تحفه. دي بغسل بيها الرخام بتاعي بتاع الكاونتر، بغسل بيها الحوض. استعمالاتها برضو كتير قوي. للشوزات برضو بتنفع، للشوزات، لكل حاجه. بصوا روعه يا بنات بجد. الفرش دي اساسيه اساسيه، وبتغنيكي بقى عن الدعك ووجع القلب ده. تحفه. في كمان يا بنات الفرش دي يا خرابي على جمالهم، دول في تنظيف البوتاجاز والفرن. بصوا هي فكره كمان ان هم بالعرض كده، بصوا تحفه. كمان نزل منهم الحجم الاكبر، هجيبه وش لازم ان شاء الله اول مره انزل اجيبه، لانه انتوا مش متخيلين دول في البوتاجاز دول بيعملوا ايه. هم ناشفين فبجد تحفه. بصوا هي دي كمان سلك كده، ده سلك. فالفرش دي خطيره خطيره، وبجد انت لو الفرش دي مش موجوده عندك فانت بجد لا فايتك كتير، وحرام وقتك اللي انت بتضيعيه في التنظيف دول، عشان دول بيوفروا وقت كتير ومجهود كتير، وبينضفوا احلى ما هتنضفي بالسلك مليون مره بجد.
وده لازم يبقى لوحده. يعني ده بصي ما تجيبيش اي مضرب بجد في المطبخ غير هو ده يا بنات تحفه للبشاميل، للكريمه، لاي حاجه انت بتعمليها، مهلبيه بقى، كاستر، اي حاجه. تحفه تحفه تحفه. ما تشتريش مضارب، عارفه المضارب السلك الرفيع، تشتريش، هاتي من ده. لان انا بجد رميت كل المضارب اللي كانت عندي وما بستعملش غير هو ده. هتدوبي بيه اي حاجه كده، فظيع فظيع بجد. بصوا انا الحاجه الوحيده اللي نفسي فيها يعملوا منه حجم اصغر، عشان بحب دايما لما اجي اعمل طحينه او حاجه فبحب اعملها بيه، فهو ده كبير. انا نفسي بس يعملوا منه حجم صغير، لكن ده روعه. وعايزه اقول لكم بستعمله بقالي اكتر من 5 سنين بجد. هو ده والله ما اشتريت غيره. ففظيع وتحفه وخطير وملوش حل. وما تجيبوش كتير، يعني ما تقعدوش تجيبوا من المضارب دي كتير، ملهاش اي لازمه. هو واحد كفايه جدا، يعني هاتي واحد كبير وواحد صغير، غير كده لا ما تجيبيش حاجه. روعه. لو انتي ما جربتيش ده لازم تجربيه، تحفه. البولات الصغيره دي يا بنات اساسيه جدا معاكي في المطبخ، تحفه. لو هتحطي فيها اي صوص، طحينه، مايونيز، كاتشب، لو هتحطي فيه اي حاجه، بصوا حته جبنه، عسل وطحينه، حته مربى. بصوا الحاجات الصغيره دي روعه. انا عندي منهم كميه بجد والله يا بنات، من كتر ما هم تحفه. بيدخلوا مايكرويف، بيدخلوا فرن، كل حاجه. ده هيبقى ايدك ورجلك في المطبخ. البولات الصغيره، بصوا الشكل اللي فيه ده. دايما يا بنات لما تيجوا تشتروا البولات الصغيره دي، او اللي هو السايد ديش او الطبق اللي هيتحط جنب الطقم بتاعك، هاتي دايما اللون الابيض، لان اللون الابيض بيبقى محايد. انا عارفه ان بيبقى فيه منهم اشكال منقوشه تحفه بجد، بس الفكره انك وقت ما هتيجي تقدميه جنب الطبق بقى او الطقم بتاع العشاء الاساسي بتاعك، هتلاقي الالوان مش حلوه مع بعض. لكن عموما اللون الابيض هو بيليق على كل حاجه، فلو حطيتيه مع اي شكل طقم انت حطاها هو هيبقى شكله تحفه يعني. فالطقم ده خطير وما كانش غالي، وبجد لازم يبقى عندك الحاجات الصغنونه دي، خطيره حلوه جدا. ويا بنات من اكتر الحاجات اللي مش ايدي بقى ورجلي في المطبخ، لا لا، ده الموضوع مع ده، دول ايدي ورجلي وكل حاجه في المطبخ، هي المشابك الصغننه دي. بصوا يا بنات دول حلوا لي ازمه من يوم ما عرفتهم. انا عايزه اقول لكم والله العظيم الطقم ده بقاله تقريبا 3 سنين استخدام، الحمد لله ما بص ولا جراله اي حاجه. كل فكرته ان اي كيس انت بتفتحيه في المطبخ بتقدري ان انت تقفليه تاني. انا ياما يا بنات توابل بوظت لي الفريزر من كتر ما كانت بتتكب عندي بجد. يعني انا عندي رف في الفريزر كده، في الباب بتاع الفريزر انا عاملاه ده بحط فيه التوابل اللي مش بستعملها يوميا، فبخليها في الفريزر في الكيس بتاعها. كنت قبل كده بخليها مجرد فتح الباب وقفله ده تقوم تتكب وتعمل ايه بقى، تبهدل لي الدنيا. من يوم بقى ما شفت الاختراع ده، انتوا شايفينه الصغنن ده عشان الاكياس الصغيره، وعندي دايما بستعمله في اكياس التوابل دي، او اي كيس انا بحطه دلوقتي في الفريزر لازم بقفله. كيس البطاطس الفارم فريتس، كيس الشيبسي، اي كيس عندك، الاكياس بتاعت الفراخ اللي هنجيبها الجاهزه دي بناخد منها شويه، كيس البقسماط، كل حاجه. هو في منه حجمين، الحجم الكبير ده والحجم الصغير، وبجد دول فظاع فظاع يا بنات، حلوين جدا 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 فوق ما تتخيلوا. وبجد مش غاليين خالص، يعني سعرهم تحفه واستخداماتهم مليون استخدام. هتلاقي نفسك بتستخدميهم في 100 مليون حاجه في المطبخ، بجد دول تحفه تحفه. واخر حاجه معايا يا بنات بقى في الفيديو ده اللي وهمتني، هي الاكياس دي. يا خرابي يا بنات عليهم، قد ايه انا كنت بضيع كميه ورق فويل وورق استرتش في المطبخ بطريقه فظيعه فظيعه بجد. يعني الكيس ده المنقذ المنقذ. انا عايزه اقول لكم يا بنات، هو الكيس ده بيجي برباط من فوق كده كده، وبيبقى جواه بقى كميه اكياس صغيره فظيعه. الكيس ده تقدري ان انت تغطي بيه كوبايه، تقدري ان انت تغطي بيه طبق، تقدري تغطي بيه اي حاجه عندك في المطبخ. روعه روعه. انا دول مش قادره اقول لكم انا بحبهم لدرجه ايه، تحفه. بصوا مثلا لو عندي بوله زي دي، هو على فكره ممكن تغطي بيه حاجه اكبر كمان، بس انا بوريكم. بوله بقى كده، كوبايه فاضل فيها شويه لبن، فاضل فيها اي حاجه هتحطيها في التلاجة كده، عندك حاجات سلطات وحاجات عملتيها. بصي انت مجرد عملتي كده حضرتك بقى. عايزه اقولك على حاجه، ان الكيس ده مش بيتوسخ. يعني انا الكيس ده انا حطيته اهو، سبت الحاجه على قد ما سبتها وهستعملها، بروح شايله الكيس ده. الكيس ده انا بقدر استعمله تاني. فانتم متخيلين بجد
تحفه، سعرهم مش غالي، فظاع فظاع. انا بصوا دول ما بقدرش استغنى عنهم في المطبخ، دول بقوا اساسيين عندي في كل استعمالات المطبخ وكل حاجه في المطبخ، دول ايدي اليمين بجد يعني. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. وطبعا لو عجبك الفيديو اتمنى تعملي لي لايك، تشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك دايما اشعار بالفيديو اول ما انزله. واستنوني في فيديو جديد يا احلى بنات في الدنيا كلها، ومع السلامه يا امارات.